عسلامة، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم ما تشوفوا الفيديو. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم ان شاء الله وكيف العاده وان شاء الله لا يقطع لنا عاده يا ربي، رجعت لكم فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم ان شاء الله باش تكون حلال تونسيه مدبشه سهله وبنينه ومحرحره تعمل 66 كيف نودكم ولا نشهيكم. الحلال من الحاجات الجاريه اللي تعجبني برشا، نعملها كي يبدا الطقس بارد، خاصة كتكون مدبشة ومحرحرة. نعملها زادة في شهر سيدي رمضان هوك على الأبواب، إن شاء الله يدخل علينا بالخير والصحة والسلامة. اليوم إن شاء الله باش نعملها بالتريفات لحم معلوش. تنجموا راهو تعملوها بالدجاج زادة تجيكم بنينة على الآخر، كيما تنجموا زادة تعملوها من غير اللحم وتحطوا لها خاصة العدس والفول والخضرة اللي تحبوها، راهي زادة تجيكم بنينة على الآخر. لهنا خذيت تريفات لحم معلوش، خذيت بصلة كبيرة وقصيتها طروف صغار، نفخت شوية فول مصري، حمص، أعدس أحمر، شوية معدنوس، مغرفة كبيرة طماطم معجونة وعروش كلافز. بالنسبة للكلافز أنا راني منقصتهاش، نخليها هكاكا، انتم تحبوا تقصوها قصوها. وبالنسبة للحلال باش نستعمل متاع الباكويت، متعودة نجيب معايا حلال مدياري من تونس، العام هذا راني ما جبتش. باش نفوح بالتابل والكروية، الفلفل أكحل، فلفل زينة، وشوية كركم، شوية ملح. تنجموا زادة تحطوا شوية هريسة عربي، راهي تعطيها بنة مش نورمال، خاصة كي تبدا معمولة في الدار كيما نعرف. والا تنجموا زادة تحطوا شوية هروس. انا الحقيقة الهريسة عربي راهي وفاتلي، اما عندي شوية فلفل شايح جبته من تونس، وان شاء الله باش نعمل شوية هريسة على رمضان تو ان شاء الله كان سهل ربي ونجمت نشارككم الطريقة. خذيت صحفة صغيرة حلالم، راني مانيش باش نعمل كمية كبيرة، وخذيت طنجر اللي باش نطيب فيها وحطيت فيها زيت نباتي. نجموا تخلطوا زيت نباتي وزيت زيتونة كيما تنجموا تعملوا زيت زيتونة هكاهو انتوما، والزيت اللي متعودين تطيبوا بيه. حطيت البصل وباش نقلي على نار مش قوية برشا. انا راني ديما نقلي البصل، خاطر البصل كي نقليوه في الاول يسيب هكا الماء نتاعه ويسيب نكهه وبنه في الماكله اللي باش نطيبوها مش نورمال. لهنا كما تشوفوا حطيت طريفات اللحم وحليت هكا مغرفه الطماطم في شويه ماء، ومن بعد ضفتها على اللحم باش نبدا نقلي بشويه بشويه، نقليو بشويه على نار مش قويه برشا، ونحركوا بالطريقه اللي تشوفوا فيها. قليت هكا طماطم مليح على نار مش قويه، باش ما تجينيش الحلال مقارصه وتجيني بنينه. وتو باش نفوح ملح، كركم، شويه فلفل اكحل، فلفل زينه، وتابل وكرويه، وشويه ثوم. هذوما هم الفحات اللي باش نفوح بهم، تنجموا تزيدوا كيما تنجموا تنقصوا. وباش نضيف شويه هروس، الهروس اللي عندي راهو حار، هذاك علاش عملت شويه كهو. كيما قلت لكم تنجموا تعملوا شويه هريسه عربي، راهي تبننها برشا برشا وتعطيها بنه مش نورمال. وتوا باش نقلي كل مره نضيف شويه ماء، وباش نمرقها بالماء السخون. تنجموا راهو تحطوا المكونات الكل مع بعضهم وتضيفوا لهم شويه ماء وتقليوهم شويه ومن بعد تمرقوهم وتجيكم الحلال مزاده بنينه على الاخر. انا تعودت نطيبها بالطريقه هذه، هذاك علاش شاركتها معاكم، ويبقى كل واحد والطريقه متاعه. وتوا باش نرمي هكا العروش متاع الكلافز، كيما قلت لكم الكلافز متاعنا لهنا راهي خشينه، انا نرميها بالطريقه هذيك. ما نقصتهاش، انتم تحبوا تقصوها قصوها، الحقيقه انا نرميها هكاك على خاطر عندي شكون ما ياكلهاش، دونك نرميها هكاك. وفي الاخر زاده نرمي يعني قريب باش تجيب الحلال نرمي زاده عروش اخرين، ومن بعد نخرجهم ونحطهم على جنب. تو باش نضيف الحمص
وباش نضيف الفول المصري هذا زاد نفخته البارح ووصلته مليح مليح. هذا يعطيها زاد بنة مش نورمال. وكيف كيف باش نكمل نضيف العدس زاد العدس الاحمر هذا بنين برشا. هذاك هو المتوفر عندي. تنجموا زاد تعملوا العدس الاصفر المتوفر عندكم، اي عدس تنجموا ترميوا منها شويه. بالطبيعه غسلتها قبل ما نحطها، غسلتها مليح مليح وباش نحرك ونخليها تكمل الطيب على راحتها. بالنسبه للحلال مرات نجموا تعملوا فيها الخضره المتوفره عندكم الكل. نجموا تحطوا سفناري، تنجموا تحطوا جلبانه، تنجموا تحطوا السبناخ، تنجموا تحطوا السلق. المهم الخضره المتوفره عندكم الكل تنجموا تحطوها وراهي تجيكم زاده بنينه على الاخر. تنجموا راهو تستغنوا على اللحم جمله وتعملوها مدبشه، زاده تجيكم بنينه على الاخر. تنجموا تعملوها بالدجاج كما قلت لكم، تنجموا تعملوها بالبقري. المهم المتوفر عندكم. توا كما ريتو بعد ما مرقتها غطيتها وخليتها تطيب على راحتها. وقت نحس وك الفول والحمص طابوا، توا باش نرمي الحلال وكل مره نحركوها وما نبعدوش عليها. هي اصلا ما تاخذش برشا وقت باش تحضر، 20 دقيقه راهي تكون حاضره. والحلال راني ما حطيتش كميه كبيره باش ما تجينيش ملقزه، حطيت صحفه صغيره كما شفتوها في اول الفيديو. تنجموا زاد تحطوا قراين فلفل شايح راهو يزيدها بنه على بنه. كيما تنجموا زاد تضيفوا شويه ثوم زاد يزيدوها بنه مش نورمال. هذه الحلال متاعنا حضرت ما شاء الله، مازالت سخونه كما تراو فيها. فاوحه وبنينه ومحرحره، تعمل 66 كيف وريحتها ماليه الكوزينه. نودكم ولا نشهيكم. وما تنساوش كرشه المعدنوس. انا الحقيقه راني ما نستغناش عليها كسوا في الشوربه والا في الحلال. هذه وصفتنا متاع اليوم، حلال تونسيه محرحره وبنينه وتعمل 66 كيف. نودكم ولا نشهيكم. نعملها في سير الايام ونعملها في شهر سيدي رمضان بما ان على الابواب. ان شاء الله يدخل علينا بالخير والصحه والسلامه. جربوها على طريقتي وما تندموش، راهي تجيكم بنينه على الاخر وفاوحه وتعمل 66 كيف. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله تخلوا لي رايكم في التعليق. وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده. ونقول لكم باي باي وبسلامه.